السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في شهوات سناء أم ريان. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم فطيرة ديال السبانخ بالعجين المورق. فبالنسبة للمقادير غادي نحتاجو إن شاء الله بصلة كبيرة مشلضة، رقيقة بطبيعة الحال، واحد الحزمة ديال السبانخ منقيين ومغسولين ومستقطرين وقطعناهم حتى هما شوية ما بين غلاض ورقاق، الموتزاريلا مبشوره، شويه ديال زيت البلديه باش نشحروا البصله والسبانخ، الملحه والابزار بطبيعه الحال، شويه ديال الثومه ديال على شكل مسحوق، وشويه ديال البابريكا حاره او التحميره الحاره. ان شاء الله نبداو على بركه الله باش نشحروا المقادير. فاحنا غادي نشحروا البصله والسبانخ بشويه ديال الزيت مع العطريه، اما الموتزاريلا فغادي نزيدوها ملي يبرد الخليط ان شاء الله. بالنسبه للمقله درنا فيها شويه زيت البلديه والبصله ونشحروها شي شويه حتى تدبل، وغنزيدوا ليها السبانخ. من بعد ما تشحر البصله طيح كنزيدوا لها السبانخ شويه بشويه حتى كيطيحوا حتى هما يدبلوا. فهما واخا كتكون الكميه ديالهم كبيره، فملي كيدخلهم الصهد ديال العافيه كيتقلص الحجم ديالهم، كتولي الكميه قليله. نكملوا هكا حتى نزيدوا نص الكميه كامله ديال السبانخ، وعاد نزيدوا العطريه ديالنا. فمن بعد ما كيتشحر لينا هذاك السبانخ كنزيدوا الملحه، نزيدوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه غبره، وشويه ديال التحميره حاره اولا بابريكا. نخلطوا الكل ونخليه يتشحر. فمن بعد ما كيتشحر الخليط مزيان كيولي في هاد الطريقه، يعني كيوقف الكليدان ديالو ما كيبقاش فيه الماء باش ما يفزكش لينا العجين المورق. فكنطفيو عليه ونخليوه يبرد، وعاد نزيدوا له الموتزاريلا محكوكه. فدابا غادي ان شاء الله نزيدوا له الموتزاريلا المبشوره. الخليط ديالنا راه برد تماما باش ما تذوبش لينا الموتزاريلا. نخلطو مزيان ونسرحو العجين ديالنا مورق. من بعد ما خلطناها دابا نجيبو العجين ديالنا ونبداو نصاوبو فيه. كناخدو العجين المورق ديالنا، انا استعملت العجين الجاهز لان ما لقيتش الزبده ديال التوراق، فكنقطعوه بحال تقولوا على نقطعو الثلث ديالو، ولا نخليوه ان شاء الله نزوقوه، والثلثين هما اللي نعمرو بالحشو. فكناخدو هاد الجهه اللي فيها ثلثين كنسرحو فيها الحشوه ديالنا.
من بعد هذيك الموتزاريلا راه في الفران غادي تذوب وغادي تنسجم مع الخليط، متبقاش تبان. نبعدو على الجوانب، ناخدو واحد شويه ديال البيض مخفوق، نسرحوه هكا على الجوانب باش يلصقوا، اولا شويه ديال الماء. انا درت البيض لان غندهنها بالبيض من الفوق. كناخدو هذاك الطرف اللي خلينا الثلث، كنبداو من الراس، كندوز عليه هاد الآلة اللي كتذوق العجين المورق، فهي متوفرة عند بائع لوازم الحلويات في الأسواق التجارية. من بعد كنحاولوا نقلبوا هذا الطرف هذا هكا من الفوق، نضغطوا على هذه البلاصه باش يلصق بالبيض. ومن بعد كنجبدوا الاخرى هكا من الفوق، كنحصلوا على بحال طريقه الشبكه. كندهنوا لها الوجه ديالها بشويه ديال البيض، ونرشوا على شويه زنجلان اختياري. ندخلوها الفران طيب، نتلاقاو ان شاء الله ملي نحطوها في طبق التقديم. من بعد ما طابت الفطيره ديالنا، فهي كتعطي هذا الشكل هذا، كتجي لذيذه وكتجي داك الموتزاريلا يعني كتجبد فيها دايبه، كيجي مذاق ديالها زوين. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم هاد الفطيره او الفيديوهات اللي قبل منها، فديروا مشاركه للقناه، وما تنساوش تضغطوا على الزر باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا لكم.